كلمة صعلوك هل هي مذمة ولا مدح؟ اخوي ابو حسن، الناس خذوها على الوجه السيء، لكن الصعاليك حالهم كحال شرائح المجتمع الاخرى. كان فيهم الناس المتميزين، وكان فيهم الناس المتوسطين، وكان فيهم الناس السيئين. يعني مثلا لو اخذنا لك مثلا عبد الملك بن مروان لما اشاد وامتدح عروه بالورد، عروه بالورد يقول فيه: من قال ان اسمح العرب هو حاتم الطائي فقد ظلم عروه بالورد. عروه بالورد من المكان ومن سمو أخلاقه ومن مروءته كان يوزع أكله على الناس، وكان حتى أنه سمي بأمير الصعاليك، وسمي بصعلوك النبيل أو الصعلوك الشريف، وسمي بروبن هود الجاهلية. كان يأخذ من الأغنياء، يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء، من مميزاتهم، من نبله ومن كرامته ومن أخلاقه. حتى لما شافوه يعني رث الملابس وهزيل الوجه وشاحب الوجه، جسمه نحيل، كانوا يعيبون عليه الآخرين، فكان يقولهم: أتهزأ مني أن سمنت وفي وجه شحوب الحق، والحق جاهد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. فشت أنا أشرب من الماء البارد مجرد ومتجرد من كل الإمكانيات اللي عندي للضعفاء وللفقراء. ففيهم كان النبل، وفيهم كان المتوسط، وكان فيهم الشرير واللص. يعني حالهم كحال كثير من شرائح المجتمع الأخرى، لكن أخذت الزاوية اللي فيها أن صعلوك بسبه. ومن قرأ التاريخ راح يعيد النظر في هذا اللفظ.